السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وطمع. النهارده بقى نعمل فيديو متنوع جميل كده، روتين يومي شامل، يا رب يعجبكم. مش هيبقى روتين يعني، في حاجات هعملها كده لأول مرة اعملها على القناة، بس خليكم معايا لآخر الفيديو. ما تسيبوناش تروحوا في أي حتة تانية، وأهم حاجة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا لي زر الجرس يا حبايب قلبي عشان الإشعارات توصلكم. هنا بقى ايه يعني، بنتي لسه جايه من الدرس وكده، فاحنا جايبين الهمبرجر ده، طعمه جميل اوي والله العظيم يا حبايب قلبي، تحفه. انا حاطاه بقى في الفريزر، استنى بس اما يفك كده. طبعا حاطين الزيت عادي، انا بعمله كده اهو يعني على السريع كده اهو، اكل خفيف وبسيط وسريع وطعمه حكايه. بصوا بقى، بسم الله. طبعا بنجيب كايزر وبنحطه شرايح خيار كده او خس، بيبقى جميل. خلي الورق ده عشان انا هطلعه كده من على الزيت، نحط على الورق ده عشان خاطر الزيت يتصفى وكده. هنا بقى يا حبايب قلبي عندي لورة ملابس كده هدوم، فبصراحة انا هشغلها عليها بالمرة كده عشان ايه، نختصر في وقتنا. طبعا انا ما عنديش القلم بتاع الاوتوماتيك، فانا حطيت قلم اللي هو العادي دوت، وطبعا دي بعملها كروب كده على معجون، فبحط شويه. ما تخافوش، ما بتاثرش على اي حاجه خالص. لو انتوا ما عندكوش المسحوق بتاع الاوتوماتيك عادي تحطيها، يعني مش هنقف عقبال بس ايه لما حد ينزل من عندنا كده يروح عند بتاع المنظفات دي. هنا بقى انا بملاها الاول عشان خاطر هدومك ما تبصي. تروحي حاطه الكرور الاول مع الميه، واما الغساله تلف تروحي حاطه هدومك كلها. تمام، فانا هسيبها هنا يا حبايب قلبي بس تملى، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. هنا بقى حبايب قلبي كنت مليت الغساله، بصوا ادي الكرور والاريال. فانا بقى احط الهدوم اللي هي ايه متسخه خالص في الاول، فواتح بقى وكله اهو. بسم الله. ومتنشطي كده بقى، لو عندك هدوم ولا حاجه ما غسلتهاش ولا حاجه ما تسيبهاش تتكون، لان الصراحه يعني على ما سمعت كده الناس الكبار بقى بتوع زمان بيقولوا لنا الهدوم اللي في البيت لما بتبقى مش نظيفه، يعني لما بتبقى متكومه وكده بتعمل نكد. فربنا يكفينا يا رب شر النكد ويكفيكم. فبصراحه بقى انا ايه، على طول كده بروح حاطه الهدوم اول باول، كل يوم بعمل يعني زي ورد كده لينا. يعني الاقي هدوم متسخه ولا حاجه بروح مشغله الغساله واروح حطاها. عندي بقى مسحوق اوتوماتيك تمام، مش عندي بصراحه بروح حاطه الايه الاريال والكرون زي ما انتم شايفين كده، وبصراحه والله بينضف عن الاوتوماتيك تمام. لان الاوتوماتيك صراحه كنت انا ماشيه على نوع ومش لاقيه له من دول، فمستنيه بقى اما ايه، اما اجيب اي نوع كده اجربه واشوف لقيته حلو معايا تمام اجيب منه. بحط بقى الايه مكان ما بيلعبوا الاولاد وكده في الشارع، طبعا هختار الحاجات اللي هي ايه. بصوا يعني زي هنا بنتي حاطه لي الفستان، كانت راحت بيه فرح، راحت موقعه عليه منوكير. بصراحه جبت المسحوق الاوتوماتيك ما طلعوش، فانا مش عارفه هيطلع ولا لا. انا قلت بقى احط الكرار، ويمكن لعل وعسى ينزل ايه مع الحاجات هنا، يعني مع البقع وكده. حتى انا مش هتقل في الغساله، يعني احط حبه صغيره عشان تنضف وكده. بس يا حبايب قلبي انا هخليها بقى غسيل، عشان ايه بدل لما الميه تتسرب فنعيد عليها مره واتنين وتلاته غسيل. بس اخليها تاخد دوره واتنين كده غسيل، وبعد كده بقى ابقى اخليها ايه غسيل وشطف وعصر. تمام يا حبايب قلبي. انا بقى يا حبايب قلبي كان فايد عيش بقى، قلت ايه نجهزه للطيور فوق اهو. صراحه ايه عيش يعني كنت لسه جايباه ونشف من المروحه وكده، فانا قلت ايه يلا رزق الطيور، فما اقطعه بقى كده على البرسيم بخرطه برضك، وبروح حاطه ده على ده. هنوفر من العلف ده شويه، لان بصراحه العلف انا مبقتش احطه له بصراحه، يعني بقيت يعني اجيب حاجه اقل من العلف شويه. بصوا انا هحط شويه ميه كده، وطبعا عندي محشي متبقي، فاذا كان الاولاد هيسخنوه ياكلوه تمام، مش هيسخنوه فبصراحه بروح حطاه. بروح انا جايبه حته سمنه بلدي كده وبسيحها، واروح حاطه المحشي عليه بيبقى طعم ومسكر كده. هنقعنا بقى الايه
العيش ده كده قد 5 دقايق كده عقبال ما اشوف هنعمل ايه حبايب قلبي معاكم برده اهو. او 5 دقايق كده وبعد كده انا هصفيه بقى، ولو عندي بقى اكل اروح حاطاه عليه. بصوا بقى حبايب قلبي، هنا كنت جايبه لفت، يعني بصراحه يعني حماتي جايبه لي 15 كيلو تمام، فهي بتختبرني بقى بتشوفني اعرف اعمله ولا ايه، فقالت لي اعمليه. احنا طبعا خرطناه وقطعناه ونضفناه وشلنا منه الحاجات اللي هي الزيادات، الورق والزيادات دي، بس بنحب نشيل الجذور دي لان لما بتتخلل بتدينا قرمشه وبتبقى مسكره. هنا بقى انا مخرطاها. بصوا مني انا كنت يعني حماتي جايباه صغير، فالواحده رحت منضفاها، شلت الشنبات اللي تبقى فوق دي والحاجات اللي بتبقى زي دي كده من تحت برضو، وبخلي عروق بسيطه، مش عايزه تحطي عروق فيها خالص تشيليه. هنا بقى انا قطعته اهو، ولو كبير بتقطعيه حتت كده زي البطاطس. هنا بقى انا هغسله الاول يا حبايب قلبي عشان ايه نخلله مع بعض بقى. تعالوا شوفوا طريقه تخليلي في المخلل، والله يومين وبتاكلي منه، بيبقى مسكر وعسل وطعمه ما اقولكيش عليه. انا بس هنقعه في الميه كده عشان لو في طينه ولا في اي حاجه. انا كده كنت غسلاه قبل كده، فغسلته امبارح غسله، فانا هغسل تاني معاكم دلوقتي. بس انا بقى اشوف حاجه كبيره كده عندي، لان حماتي جايبه لي 15 كيلو بتنتقم مني الله يسامحها بقى. بصوا اي ورقه مش عجباني بصراحه بروح شايلها زي الورق ده كده، ما بخليش الا الايه العروق الحلوه دي بس تدينا قرمشه وتدينا طعم حلو كده. طبعا انتوا عارفين اللفت دوت يعني بيبقى حنين عن المخلل وطعمه ما اقولكيش بقى. احنا كده بلد ارياف وفلاحين وبنحب اللفت عن المخلل كمان، وما بيستحملش يومين 3 وتاكلي منه، في التالت بتاكلي منه. تفتح نفسك بقى الصراحه كده في الاكل وجربيه بس ان شاء الله وهيعجبك. بصوا هوريكم الميه زي القشطه دلوقتي، انا غسلاه قبل كده، طلعت الطين اللي فيه. بصوا الميه اهو، يعني ما فيهوش اي حاجه خالص. نجيب بقى احنا حاجه كده نحطه فيها عشان نشوف طريقه التخليل يا حبايب قلبي. انا بقى يا حبايب قلبي قلت اما ايه، اما اطلع العيش من الميه عشان ايه نطلعه الطيور بتاعتنا، نفضي المكان كده عشان ايه نخلص اللفت كده وتخليل اللفت العسل ده معاكم. العلف بقى انا ما بجيبوش الا للكتاكيت البيضه الصغننه، لسه جايبه دوره اهو ان شاء الله كده هبقى اصورها لكم برضو واقول لكم بكام. طبعا انتوا عارفين احنا بنستقبلها ازاي. وميه العيش دي بتبقى حلوه، بس انا كمان عايزه الحله فايه نستغل الوقت. هغسلها بقى كده. هنا بصوا كل ما الاقي حاجه فايضه بروح مخصصه الشنطه دي كده، اي حاجه لقمه اي حاجه خضراء. بصوا بقى يا حبايب قلبي هقول لكم بقى ايه على اللفت بتاعنا تمام. هقول لك بس الحوض كده. في واحده عزيزه عليا يعني الله يبارك لها جديده معانا في القناه، قالت لي هاتي سداد عشان خاطر الحوض، فانا ان شاء الله اول ما انزل ابقى اجيبها كده عشان تحافظ لي طبعا على الحوض وعشان ما يتسدش مني. فالله يبارك لها، بشكرها جدا على كلامها الجميل وعلى مشاركتها معانا في القناه ومتابعتها لينا. فانا ان شاء الله اول ما انزل، لان انتوا عارفين ان انا في بلد ارياف وكده فما فيهاش الحاجات ده، فبضطر انزل مكان تاني يعني بعيد عننا بنص ساعه كده وبركب له مواصله، فان شاء الله هجيبه اول ما انزل على طول. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا البنجر ده اساسي بقى. بصوا هو شبه اللفت بقى احنا بنعمله كده، بنشيل العرش اللي فوق كده. بس انا بحب اشيل الحته من هنا كده، الحته اللي هي مش كويسه بروح شايلها. طبعا انتوا عارفين ان البنجر ده بنحطه لون بس. يا حبايب قلبي كنت غسلته. بصوا بقى انا حاطه بصوا ميه قد ايه على النار، هوريكم بقى بنحط في ايه في قلب الميه دي عشان ايه يطعم لنا اللفت. بصوا انا بعمل اللفت ايه البنجر حتت صغننه ازاي عشان ايه تلون لنا بس الميه. في ناس بتضربه في الخلاط بشويه ميه، صراحه كده احسن عشان ايه يعني اللي ما بيحبش البنجر ينقيه كده يلاقيه يعرف يصطاده وينقيه وما ياكلوش.
فوائده طبعا كتيره. البنجر ده بيبقى حلو طبعا لو نعمل صلصه ولا حاجه، فيا ريت ندخله في كل اكلاتنا. جميل بصراحه. بصوا بقطع حتت. تمام. بصوا بقى انا حطيت اللفت فين. بس يا حبايب قلبي الجردل ما قضاش، رحت حاطه حبه هنا كمان. هنا بقى نحط ايه؟ حطينا البنجر. بصي الملح طبعا نملحه على قد ما نقدر، عشان خاطر كل ما بتزودي الملح كل ما اللفت بيبقى طعمه حلو معانا. بس نحط بقى ايه؟ شويه خل كده، مش كتير، عشان يدينا المزازه اللي هي في قلب المخلل ده. ماشي يا حبايب قلبي. بص بقى هنا عشان نسهل عمليه الايه السوا بتاع اللفت معانا، بنعمل ايه؟ الحركه دي جميله جدا، تخليكي تاكلي اللفت تاني يوم. تخلي الميه دي تغلي على النار، تغلي خالص قوي. وطبعا ما ننساش رشه السكر، اهم حاجه. بصوا حاجه لا تذكر كده. يبقى الميه حطينا فيها البنجر عشان يقلب معايا اللون، ياخده اللون الاحمر ناخده منه، والملح وشويه خل بسيط ورشه السكر. هتغلي الميه يا حبايب قلبي، وهرجع بقى اوريكم نعمل ايه تاني بعد ما احط الغليان. هنا بقى يا حبايب قلبي الميه بدات تدخن اهي، يعني خلاص هتغلي. بص بقى انا بغلي الميه ليه؟ لان انت لو حطيتيها يعني دافيه شويه هتسود لك اللفت، مش هيديكي القرمشه الحلوه اللي انت بتاكليها دي. لا بالعكس، دوت هيديكي حمار. والغليان دوت هيساعدك على ان اللفت يستوي معاكي ويطلع احلى لفت ان شاء الله. بصوا بقى انا هنا اهو هجيب حاجه بقى ايه ازود بيها. بصوا بسم الله ما شاء الله، احنا جايبين 15 كيلو. لا وايه لسه دلوقتي من قيمه 5 دقايق والله الست بتاعت اللفت عايزه تجيب لنا تاني. قلت لها لا، اما نخلص بقى الكميه اللي عندنا دي، عشان ايه؟ في حلاوته ان هو يخلص على طول كده اول باول، وبعد كده نعمل تاني كده كده طول الشتاء هيبقى موجود معانا. بسم الله. بصوا بقى الميه عامله ازاي، عامله زي الشربات. هي بقى فايده البنجره في كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نزوده بقى كده، طبعا في الملح وفي السكر وفي الخل وفي كل حاجه، مش هنحط فيه اي حاجه تاني. وما تخافوش يا حبايب قلبي، بص الجركن علوه قد ايه، يوم كده ولا حاجه وهتلاقيه هبط منك. انا بقى عايزه الميه دي تغطيه يومين ان شاء الله كده وتاكليه، والله ممكن على اخر اليوم برضه. بصوا بسم الله ما شاء الله. احنا بقى ايه كل حاجتنا كده نعملها في بيتنا عشان ما نشتريش من محلات بره، ده احلى. والحاجات البيتي طبعا بتبقى انضف واضمن 100 مره. طبعا اللفت مفيش اكتر منه، مفيش ارخص منه اليومين دول. هو حلاوه الشتاء كده يا حبايب قلبي، كل الحاجه موجوده ومتوفره، الخضار بقى والفاكهه وكل حاجه. بصوا ولو الميه ما قضتش عادي نعمل ميه تانية كده كده ايه هو خلاص كده. بصوا اهو يا حبايب قلبي الميه عامت ازاي. بصوا حبايب قلبي باينه. انا بقى هاخد الكميه اللي هنا بقى ايه للجردل الصغنن الحلو ده. طبعا الجيركن دوت هننزله تحت عند حماتي وكده، والصغنن ده لينا يخلص اجيب غيره. وعادي ما بيتحطش في التلاجة، تحطيه بره على رخامه كده بتاعه المطبخ وتغطيه، مفيش احسن من كده. ايه رايكم بقى في اللفت بتاعنا الجميل العسل ده اللي ميته والله العظيم الميه بتاعته يعني تتشرب شرب كده ما شاء الله عليه، ونظافه وحاجه حلوه. ما تكسليش بقى واعمليه في ثواني كده هتلاقي كل حاجه معموله. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ عملنا اللفت الجميل بتاعنا، ما خدش وقت وكل نظافه وكل سهوله وباقل التكاليف. بصوا انا دوت خليته اهو الميه بنغطيها طبعا، ده كله هيهبط طبعا والميه تبقى عايمه على الوش. وده برضو بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كده نظافه وحاجه كده زي العسل. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ وكده اكون خلصت معاكم الفيديو، واكون خلصنا معاكم تخليل الفيديو. واللي عجبكم تخليل اللفت، وان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. اجمل متابعين واغلى متابعين واحلى اخوات، بحبكم في الله. سامحوني بقى متلخبطه، فيا رب يكون فيديوهاتي كده بتنال اعجابكم وبتكون خفيفه على قلوبكم. وهسيبكم في رعايه الله وفي حفظ الله، ومع السلامه يا حبايب قلبي.